جديدة وأول مرة تشوفوها، وطعمتها بتنعش القلب وبترطب عليه. قد ما أقولكم طعمها بشهي، لا يا جماعة قولوا أكتر. بسيطة وما بتاخد معاكم وقت في التحضير، و10 دقايق من وقتك يا مدام وبتكون صارت معاكي أطيب تحلاية رح تبهر كل اللي داقها عندك. فكالعادة أحبائي خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى أكسب أجر أنا وإنتو. بتمنى فضلا ليس أمرا هلا وإحنا عم نحضر بالفيديو نضغط لايك كتير. هذا اللايك صبايا بفيدني وبيدعمني. خدوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم حتى ترجعوا له وقت تحتاجوه، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون بسكوت الشاي العادي المتوفر بأي سوبر ماركت السادة. رح استخدم منه 2 باكو. تمام. عندي هون كمان البايركس اللي أنا مستخدميته مقاسه 22. حبدأ أصف بالبسكوت كيف ما عم بتشوفوا معي، ورح أعمل طبقتين، وبعد هيك رح أرطبها إشي بسيط بالحليب. تمام. كيف ما عم بتشوفوا إشي اللي يا دوب، يعني أنا ما بنزل البسكوت بقلب الحليب بيطلع كتير متشتش. لو استخدمتوا البسكوت السميك، في أنواع من البسكوت بتيجي سميكة شوي، فيكم تكتفوا بطبقة واحدة من البسكوت. ولكن لو عاملين البسكوت الرقيق المتوفر بأي سوبر ماركت بنعمل طبقتين، بيكون طعمته كتير أطيب. رح أرجع أرطبه بالحليب وبعد هيك بشيله على جنب. عندي هون لتر واحد من الحليب. تمام. الحليب اللي أنا مستخدميته مبستر، ولكن فيك تستخدمي المجفف. لكل كوب مي معلقتين من الحليب المجفف. ضفت لهم 5 معالق كبار من النشا، 4 معالق كبار من السميد الناعم أو الوسط. بضيف لهم تقريبا 6 معالق من السكر، أو أنتوا كيف بتحبوا حلاوته تكون. يعني لو بتحبوا حلاوته ظاهرة فيكم تضاعفوا الكمية، تخلوها لحتى 8 معالق كبار من السكر. ضفت أيضا 5 معالق كبار من جوز الهند، ودمجت مكوناتي على البارد. بعد هيك رفعت طنجرتي على النار مع استمرار التحريك على حرارة متوسطة لبدأ عندي بالغليان. تحلايتي لليوم ممكن تاخد معنا معلقة صغيرة من الفانيلا أو حبتين 3 من المستكة، ممكن تطحنيهم مع شوية سكر، ولكن ما تحطوا لا ماء زهر ولا ماء ورد، مش كتير بيلبق معاها. رح أضيف الخليط بالبايركس كيف ما عم بتشوفوا، وبتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. بعد هيك بدخله على الثلاجة يعني من 2 لأكتر. عندي هون ما يقارب كوب واحد من جوز الهند، بدأت إني أحمص فيه على حرارة منخفضة. تمام. لبدأ عندي هيك لونه يشقر، وأول ما بيشقر معي على طول رح أنقله بالطبق. ما تخلوا بالمقلاية من الحرارة لونه كتير بيغمق، فبتشيلوه بطبق. بعد هاي المرحلة كلها مكونات اختيارية، فيك تضيفي فيك تشيلي انت اللي بتحبيه وبتفضليه. أنا ضفت علبة من القشطة. تمام. بدرجة حرارة الغرفة ليسهل علي أدهنها فوق الطبقة الأولى كيف ما عم بتشوفوا. فيكم تستخدموا القشطة اللي موجودة بعلب الصفيح أو الجيمر اللي بتحبوه وبتفضلوه. عندي هون علب سلطة الفواكه المتوفرة بأي سوبر ماركت، ممكن تضيفوها وممكن تستغنوا عنها تماما. تمام. ممكن تستخدموا قطع أناناس، شرحات من المانجا اللي بتحبوه بتفضلوه. ولكن سلطة الفواكه أو أي نوع فواكه أنتم بدكم تستخدموه مع جوز الهند صدقوني نكهته بتشهي القلب. ولو حبيتوا أنكم تستغنوا عن الفواكه تماما صدقوني بتطلع معاكم ولا أطيب من هيك. بتطلع نكهتها بجوز الهند عيني يا عيني شو بتشهي القلب. قدموها باردة واستمتعوا يا جماعة بأطيب طعم. لو حبيتوا الوصفة وطبقتوها أبدا ما تنسوا أنكم شفتوها بمطبخ ملك عبد العال. دمتم بخير وباي باي.